ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأل سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر، وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهاء، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية، فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. بعض الطلاب يتعامل مع الشيخ 1 + 1 = 2، إن ما أي كلمة تقولها تجرح مشاعر يا شيخ فأنا راح أترك درسك وأتكلم فيك. لا، ما يصلح، لازم تتحمل. كما نحن نقول للشيخ تحمل الطلاب وكن ذو أخلاق حسنة وفاضلة ورحمة ولين معهم وحلم، كذلك نقول للطالب لو وقع الخطأ من الشيخ عليك أيضا تحمل. طبعا الخطأ الوارد مو خطأ مشايخ الصوفية نسأل الله السلامة ومشايخ الرافضة، واضح ولا؟ هذول دجاجلة يلعبون بطلابهم لعب، نسأل الله السلامة. كما يقول عمر التلمساني في كتاب ذكريات لا مذكرات، لأنه صوفي وشيخه حسن البنا صوفي، فيقول: وكنت مع شيخي حسن كالميت بين يدي مغسله، فأرى برأيه، يعني أبصر ببصره وأسمع بسمعه، وأنا بين يديه كالميت بين يدي مغسله. وش هذا؟ ولذلك حسن البنا في رسائله لما ذكر شروط البيعة، بيعة الإخوان وهي 10، وذكر باب الطاعة، قال: وأن تكون، وهذه هذه المسألة اللي هي الطاعة، قال: صوفية من جهة وعسكرية من جهة. عسكرية الأوامر العسكرية، وصوفية أن إذا أمرك شيخك تسمع وتطع من غير تردد ولا شك ولا حرج. الله أكبر. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك طريقة الصوفية مع طلابهم طريقة استعباد، بحيث ينزع المروءة عن الطالب كأنه عبد له. احنا شفنا بعض ولذلك عندنا حتى لتأثر منهج الإخوان عندنا، لأن مشايخهم صوفية حسن البنا وغيره يطبقون هذا مع طلابهم. شوف الطالب عند الشيخ ولا يقدر حتى يرفع عينه ولا يتكلم ولا يرفع بصره ولا كذا، وكل ما قال الشيخ قال صح، وإذا قلت يا شيخ الشيخ أخطأ قال أبدا الشيخ ما يخطئ، وأنت ما أنت أعلم من الشيخ. وتشوفهم سبحان الله واحدهم يتابع، أعوذ بالله، تلقى كتكوت يتابع أمه. هذه مش تربية، هذه تربية خنوع وذل. نعم في أدب، نعم في احترام، لكن مع عزة. تربي الطالب أن يكون عزيز نفس رجل، لا تربي على أنه ما يقدر حتى يتكلم ولا يقدر حتى يسوي ولا يقدر يسوي كل حاجة، ويصير جبان ويخاف. هم يبون هذه التربية حتى ما يخالفونهم، وإذا أمرهم بأوامر ينفذونها طوالي، لأنه متربي على الخنوع. ما قال لهم سيدهم حسن البنا قال عسكرية من جهة وصوفية من جهة، يبيه ما في ربية تربية عسكرية. ولذلك إخوان المسلمين تربيتهم عشان تربيتهم عسكرية. أنت مكلف بكذا وأنت مكلف بكذا، وأنت تروح تجيب الموية، وأنت تفرش الفرش، وأنت تفعل كذا، وإذا ما لقاه عاقبوا. والله يعاقبونهم يا شيخ. واحد يحدثني من هداه الله عز وجل، يقول يديني هذول يدينا للطائف، يسولف لي، يقول جينا للطائف وكنا معاهم فسوالنا مخيمات وحصل أني أخطيت. يقول تعرف وش عقوبتي؟ والله يقول يا شيخ إن عقوبتي خلاني أمسك البرشومي، ويقول سكر يدك عليه. يقول إني جلست فترات طويلة وأنا أعاني ونقش من هذا البرشومي. قلت أنت عبد عند أبوه يقول لك امسك البرشومي، يخرب بيت شياطينه. الآن لو أبوك يقول لك امسك البرشومي تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبوك يجيك ولد الناس من القصيم ولا من الرياض ولا من الطائف ولا من يقول لك امسك البرشومي، تمسك البرشومي يا جبان؟ ايش هذا؟ قال لا هم قالوا، ويجون عاد ربعه طيع امسك البرشومي. واحد يقول لي بعد ما هداه الله منهم، يقول مرة أعوذ بالله، يقول أخطيت خطأ، يقول حنا معهم في حج ما أدري منه، يقول وما أدري، يقول أخطيت خطأ. قال لي شفت الحصى في حصات هناك بالضلع، حنا بحاجة نسميه ضلع على الجبل. يقول قلت وين؟ قال هذيك شفتها. قال اصعد روح جيبها.
يقول هو الولد يسولف لي، يقول والله يا شيخ تخيل أنا شاب صغير عمره 15 يقول لابس إحرام، وحنا تعرفوننا احنا يا السعودية هذا الوزراء ما احنا زين اخواننا الاماراتيين والعمانيين ما شاء الله عليهم، الواحد يركض مع الجبل اللهم بارك متعلم، احنا مساكين وهذا المسكين يقول اصعد واطيح وتشقق الإحرام. قلت هذا بعد منى، قال منى. ويقول مرة أخطأ واحد تعرفوا ايش قالوا له؟ ترى هذول ناس حدثوني كانوا معهم وشتموني بعدين تابوا. يقول والله مرة جابوا لي قدر، شوفوا يقول حطوا قدر فاضي وقدر مليان مويه وعطوني ملعقة صغيرة وقالوا عقوبتك تأخذ من القدر المليان بالملعقة الصغيرة لين تملى القدر الفاضي. شوفوا الاستعباد هذا، وين تصير عنده عزة نفس بكرة هذا؟ ويقول والله اني امسك من هذا القدر يعني قلت مجنون انت؟ يجيك واحد يقول لك كذا، قال شو تسوي؟ يقول خفت اهلي حفر الباطن وانا معهم، يقول بالطايف ما ادري مكة صغير. ويقول واخر لان بعدين بعد ما انقطع قلبي يقول جوني قالوا خلاص عفونا عنك، الله جزاكم الله خيرا، خلاص احنا ذليناك وعرفنا انك ذليل، متى ما امرناك تنفذ يا الجبان. هذه تربية الاخوان المسلمين. واحيانا يسوي لهم مخيمات ويقول فيه هجوم ليلي ونأسر واحد ثم يهجمون ثم يعاقبونه ويربطونه ويخلونه في الشمس وهذا يبرق. هذه بالله تربية، هذه تربية أحزاب تهيئ شبابها للانقلابات العسكرية، تهيئ شبابها لكي يقومون بالأوامر حتى وإن كانت تتعارض مع العقل وتتعارض مع الشرع، يربونه من الصغير، يلقون شيء فيه عزة أو سؤال ليه أو لماذا أو هل أين الدليل أو أين كذا، يقضون عليه فيصبح ممسوخ. فجر يقتل مسلمين، يقتل الشرطة، يفجر نفط، يفجر كذا، يموت عشرات الآلاف، خلاص لأنه متربي. روح جيب الحجارة اللي فوق يروح. أما المنهج السلفي وطريقة أهل العلم، تعال ادرس وروح لهذك الله ينفعك، خلاص ادرس وروح لهذك، وإذا أنا يا شيخ أخطيت في حقك رد علي، وإذا ظلمتك قول ظلمتني، وإذا خالفت الدليل قول خالفت الدليل، خلاص. وإذا أمرتك بشيء فيه إذلال دافع عن نفسك، وإذا ضربتك من غير وجه حق اشيلني فوق وربخني بالأرض، علمني الشغل شلون. بارك الله فيك. ترى أحيانا نمزح شوي يعني الدرس طويل ونبي نخلص.